يحمل على قراءة كانت لعبد الله بن مسعود، لأن القرآن نزل على 7 أحرف. ثم بعد ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، هذا القرآن الكريم أنا أسأل ضيفنا ويأخذ من وقتي، لكن باختصار يجاوبني باختصار شديد. تفضل يا شيخ. هل تذكر لي سند القرآن هذا الكريم إلى من؟ عمن إلى النبي؟ تفضل. القرآن أي سنده هذا. أنت بتستجوبني ولا إيه؟ ما تقول كلامك إذا كنت هو عايز بيسألك تتكلم سؤال تتكلم. مش فاهم السؤال وما عندكش رد عليه، قول له مش هرد. اتكلم مش هرد. اتكلم أنت وخلاص. بس. أنت بتاخد 4 دقايق اتكلم فيهم. خلاص ما عندكش بالنيابة؟ خلاص. قول ما تقصده من بالنيابة؟ السؤال يا شيخ خلاص. خالد، لأنه سؤال. خلاص يعني لا يعلم الرجل شيئا. من أريد قال الله أعلم فقد أمرين. أفتى يا شيخ شوقي. أريد منه أمرين. الأمر الأول أن ابن مسعود هذه قراءته الموجودة عندنا وفيها القرآن، هذا قراءة عبد الله بن مسعود. القرآن كله يعني. هذا وارد عن بطريقين لكنه جهلهما. جاهلهما من طريق عبد الله انت بن ما مسعود، ردتش، فخلاص استعمل الكلام بقى بعد اذنك. اتفضل. من وقت من الشيخ. طريق علي بن ابي طالب، هو يقول يريد قراءة عن اهل البيت، وهذا عن من؟ هذا عن علي بن ابي طالب القرآن. او هذا عن من؟ هذا قراءة. اذكر لي سند القرآن هذا، تفضل. مرة ثانية. تفضل. ليك 4 دقايق وأنا أتكلم. أيوة لا هو الراجل بيسألك يعني من وقتي يعني. سند القرآن ما هو سند القرآن؟ عن من الى الرسول. مش هرد عليه. طيب جميل. طيب هسجلها انا ويرد في وقته. ابن مسعود الذي يتهم بالقراءة، أو أبي بن كعب. الطبرسي يقول عن هذه القراءة التي قالها، قال هذه قراءة شاذة. وانتهى الإشكال كله. الطبرسي شيخك يقول قراءة شاذة. مسألة والبرهان ما قالش حاجة عليه؟ كيف؟ قول. يقول قراءة شاذة الطبرسي. وسألته عن سند القرآن فلم يعرفه، لأن هذا القرآن هو قرآن أهل البيت والصحابة. يمثل أهل البيت علي بن أبي طالب ويمثل الصحابة، لكن هو يريد قرآن الخميني، ما يريد قرآن علي بن أبي طالب. هذا أيها الأحبة الكرام سند القراءات، القرآن الكريم. فهذا القرآن بأسانيده، ومسألة حك القراءات، فابن مسعود هذه قراءة عنه، كان يرى رأيا ثم تراجع عنه، وأصبح هذا القرآن الكريم مروي عن ابن مسعود. هذا مروي عن من؟ قل لي. تفضل يا شيخ، أنا أعطيتك من وقتي. مروي عن من سند؟ مش لازم. لا يجيب، لا يعرف. لا يعرف. لا يعرف. طيب ممتاز.